ايه رايك عن ارتفاع اسعار الفاكهه اليومين دول؟ ايه رايك في الاطفال؟ بعت لي اتنين يسألوا مش كاتبني نعمل حاجه ومش همثل بجد والله؟ ايه رايك في العنصريه؟ يا شباب اهلا بكم في قناه النوبه دول. النهارده هنسال اسئله شيقه محدش يقدر يرد عليها. معانا سجاره هنطلع دلوقتي سلم الكهرباء نشوف بيقول ايه كده. قول لي كده اللايتنج هيلب. اكيد بقى على وشوشكم مش يعني هنغير لنا كتير كده. ماشي يا جدعان، لقينا اول واحد هنساله. ايه رايك بقى في اسعار البنزين اليومين دول؟ غالي. طفطف ده بيمشي بنزين ولا كهرباء؟ ماشي يا جدعان، الكاميرا اتاخدت مننا والراجل بتاع الطفطف عملها تاني. لا بتحارب النوبه، بس اقول ايه الاصل ايه؟ نوبه دول اللون يحكم الكون. بس يعني مش هنقف بالموبايل، هنكمل هنكمل بالموبايل يعني، ما بالموبايل تخافوش يا عادي. جدعان، هنجيب حاجة لكم حصلت. كونتنت على العادي. ماشي يا جدعان، لقينا شله شباب هنسالهم دلوقتي. يلا بينا. السلام عليكم يا رجاله، ممكن نصور معاكم؟ سريع يا برو معلش. دلوقتي احنا تبع قناه النوبه دول. خلاص بقى بس نوبه دول عشان احنا نوبيين وكده، فاهم؟ هو اسمراني وانا اسمراني. ده الجربتيه. بتضحك قوي صح؟ ايه رايك في العنصريه؟ ضد العنصريه طبعا. ليه بقى؟ ايه رايك في ابو يوسف؟ ممكن نرجع للسؤال الاولاني. ايه رايك في العنصريه؟ وحش طب يعني مثلا واحد زي ده حرام. هو حرام. ايه رايك في العنصريه؟ دلوقتي رايحين نقابل الضيف بتاعنا يا جدعان، تعبنا عشان نعرف نوصل له. تعالوا ورايا. ايه رايك عن ارتفاع اسعار الفاكهه اليومين دول؟ زي ما انتوا سمعتوا يا جدعان، دي قضيه لازم نتكلم فيها، ما ينفعش يتسكت عليها اكتر من كده. حد يتصل بحقوق المراه يا جدعان. والله هو على حسب بتضحك وبتهزر. ما تقطعنيش تاني يا برو. والله هو على حسب الشخص يعني، فاهم؟ يعني لو شخص مثلا لذيذ. ايه رايك في الشخص ده؟ ما انا بتكلم اهو، يعني لو شخص لذيذ وبيفهم اللي هو يستاهل ان انا ابقى يعني لطيف اللي عليك ده معاه. ما ينفعش تبقى عنصري ضده. ايه رايك في عماله الاطفال؟ شفتهاش قبل كده الصراحه يعني. كويس، انا مع عملت الاطفال. انت مع عماله الاطفال؟ انا مع عملت الاطفال. يعني انت لما تجيب 5 6 عيال والله صغيره مش خليهم فاهم. يعملوا لك والله. لبسك، خليهم والله. يعملوا لك لبسك، وديهم بالله ما اقول له ولا ابن مش هاكلك. انت معاك هو أنا الكلام انت ده. زي ما نرجع لاول سؤال. ايه رايك في العنصريه بقى تاني؟ ده مش بتابيوز الموضوع يعني، قشطه في اللذيذ منه. ازاي تابيوز عماله الاطفال؟ تقل ادبك، مد الايد، تسميه نكله تسميه نكله. مد الايد. نكله يعني انا دلوقتي بقول لك نكله، انت نكله يا نكله. عادي مش عارف. ايه رايك في نكله؟ عادي. يعني لو حطيت ايدي عليك كده هتحس بايه؟ بنكله. لو شخص لذيذ هنسى اللون، فاهم؟ اللي بيتقال. انما لو شخص نسى نفسه واللي هو نسى المظهر الخارجي نفكره ساعتها، فاهم؟ مش قصدي حاجه يا برو، يعني انت على راسي من فوق، فاهم؟ كنت السكه شويه يا صاحبي بس. الاغتصاب. اتكلم يا ابن المتن. دلوقتي يا جدعان انا حاسس ان احنا محتاجين نساله سؤال شائك عشان يدينا رد فعل اجمل من اللي قبله. ايه رايك يا زين في العلاقه ما بين بوسي وسعد الصغير؟ علاقه موت برضه، اكيد عندك راي. بوسي وسعد الصغير مش كاتبني، كانت رقاصه او حاجه زي كده. بص فهمت قصدي في يا بوسي يا بوسي. عامة انا سعد الصغير يعني شخص توقعهوش، فاهم يعني؟ حاسس لو كان بس اشتغل على الكواليتي شويه كان زمانه بقى مع ترافيس سكوت بقى والناس دي، فاهم؟ يبقى في حته تانية خالص. بس انا سأل عن علاقته مع بوسي. اصل اقول لك على حاجه، انا فعلا بجد بقعد اتفرج على كل انترفيوز لسعد الصغير، شفتها كلها بالكامل، فهو عنده كاريزما الهيه يعني. علاقته مع بوسي. اؤيد بشده. لو كنت اتفرجت على حلقه العراف بتاعت بوسي، اللينك بتاعي يبقى هنا يا جدعان، كنت هتعرف ان علاقتهم بايظه ليه؟ ماشي، ما العلاقه اللي هي ناجحه ما فيهاش اي حاجه دي برضو ممله لحد ما. ما مش ناجحه كده برضه. دي ناجحه ونقف. انت ايه رايك؟ خد اتكلم. ادانا برتقانه من جوه الدهان او فيروس. يلا ده فيروس. ده رايه بقى، ده رايه يا جدعان. قول طب حاجه. طب مع مصر كارف، هو البغبغان كارف النهارده. هاكل صباعي. البغبغان طلع جربات يا رجاله. هو باين على خلقته. كرامانتس راحت يا جدعان، رايحين دلوقتي نعرف ليه كرامانتس دمروها. انا والشباب لقينا حاجه بجد كان منظر صعب. حريه البرق بنزين يا جدعان. ماشي يا جدعان، دلوقتي يا جدعان احنا ما بنهزرش، الحوار كبر مننا. احنا عمالين نعمل اتفاقات مع جماد بس. حبسوا بكار. الله يفك الدقيقه. سؤال لكم كلكم يا جدعان، دلوقتي في حاجه اسمها لا، سؤال اوبر. ليا. ماشي، في كده برنامج اسمه اوبر. يعني لو انت مثلا شغال، تعال نقول بس. لا تعال أنا نقول بسمع بس. تعال بس نقول انا بسمع. تعال بس نقول كده انك ركز في الموضوع ده عشان مهم. لو انت سواق اوبر وسايق ولقيت واحد ركب وبيعور، هتعمل ايه؟ بص دلوقتي جبنا واحد جروباتي شبهه هيعرف يتكلم معاه. زين فوق معايا كده. راجل في علاقه بوسي وسعد الصغير.
على حسب هو مودي في انهي شخصيه معايا. هتحددها ازاي؟ يعني لو مودي في شخصيه اللي هو احنا شباب زي بعضينا اللي هي بالنظره من غير ما يكلمني فاهم، لكن اللي هو بقى اللي هو الشاب المكشم واخد صاحبته معاك. طب مش حاسس ان احنا ممكن مثلا نمثل المشهد بتاع الدخله مثلا لو دلوقتي يعني انت لف يعني لو دخل قال لي سلام عليكم قال لك لا ان هو قال لك لف. عشان نمثل المشهد ده بس مش اكتر، عشان الناس تستوعب بس عشان افهم اعملها ازاي فاهم. طيب انا مش همثل في المشهد انا ممكن هو احنا ممكن نعمل حاجه ومش همثل، خلي بجد بالك والله؟ يعني فاهمني يا برو، يعني الحوارات دي بقت حد عمل كده في العالم. ماشي عادي. انت عندك سؤال؟ يا عم لا انا واحد واقف في الدنيا عادي، انت اللي جيت تسالني. اصل انت عامل شخصيه يعني فمش عارف بتتكلم على اساسي. عملت برنامج قبل كده عملت برنامج اسمه ايه؟ بودكاست في الطرش منه انا واخويا جابر. لوحدك يعني؟ اسمه ايه البرنامج؟ اسمه الورشه، بيتكلم عن كل حاجه مهمه فعلا، هو انت ليه مقرب كده فعلا؟ بيتكلم عن اي حاجه. غطي على ما واحد ينفعش بس ملوش لازمه. بنعمل برنامج تاني حاسس اسمه ايه؟ برنامجنا محترم مع ما كامل ينفعش تغلطوا احترامي. فيه. تعرف يعني ايه جرباتي؟ لا. انت جرباتي. انت احنا نوبيين، انت جرباتي. جرباتي اللي هو عكس النوبي اللي هو ذكي، الشباب بقى ذكي. يعني الواد ده جرباتي خالص. ايه اللي هو لابسه ده؟ ايه الجرباتي ده؟ بس عشان شلة جرباتية. مقابله دلوقتي. هو بيتكلم عن النوبة دول. حاجة حرام مش معايا. العماله ضد الاطفال عنصريه. لا مش عنصريه، بتخلي ولا راجل بدل ما يطلع شبهك. بوم. خلي بالك برضه الواد ده نجح. نجح ايه؟ منصور. بعمل برنامج. النوبة دول طلعوا في النوبة دول لأن يعني ده انت حاجة عشان كبيرة. جبت كاميرا نزل ايدك وانت الكاميرا دي تيجي توقف لي الشباب جرباتيه زي دول هتيجي تبقى انت كده ناجح. انت كده بقيت ناجح. ده عشان الفكره يا برو، الفكره انك تكون فاهم انت ايه هيبوسني ومش اشيمد من الموضوع، فاهم؟ مش ايه يا جابر مش عارف يعني ايه. مايك هو كده. ماشي سؤال مهم. طب يا جدعان ايه رايك في اسعار كوبايه الشاي في القهاوي دلوقتي؟ 12 جنيه صح؟ في قهوه ب 20، في قهوه ب 20. 20. وقهوه عاديه يعني. يعني بص الجمهور بيتكلم. طب لو كل واحد فينا جاب كرسي اللي هو بيتقفل ورحنا في اي حته زي اللي فتحنا احنا واقفين قهوة. فيها دي وقعدنا وجبنا ترمس شاي من البيت وفرنا وكده، لو كلنا عملنا كده القهاوي هياخدوا بالهم وهيقللوا الراجل ده الراجل ده بيقول كلام مهم. شرح لهم أصلاً. لا انا عايز الشباب تتلم وتقعد في بيوتها بصراحه ويروحوا يشتغلوا وعلويه ناشفه والصياعه. انتوا ايه اللي مقعدكم هنا؟ انا عايز الناس تروح تشتغل بصراحه. انا كنت معدي مثلا من محمد نجيب، معدي مروح بيتنا الشباب في محمد نجيب. عاملين ايه؟ انا لو انا عندي سلطه في البلد اخد العيال دي زي فيلم ده محمد نجيب بس ولا اي حد؟ لا بيعمل اللي واسكندر اسكندر واطلس هم يا جماعه. هي جهة مش تمام. يعني انا من عشان كده يعني. انت فاهم انت فوق جبت برضه. ورا يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني. جبت ورا ولا انت اللي عنصري وبتيجي بس على الناس اللي هو بشرتهم فاهم فاتحه شويه عشان انت حاسس بحاجه او غل من جواك؟ ها؟ كده عنده وقت احنا بنناشد اي حد ذات البشره السمراء. لو شفت اي حد من العيال البيضاء الجرباتيه دي لا بس عشان احنا داخلين في يلا انت مجنون في الحوار اللي هم بتوع لا بيقول لك مصر سودانيه او مصر السودانيه فعلا. والحضاره المصريه افارقه. ما ده فعلا. والله ايه يا ابني. جابر ده وشه شبه ابو الهول. قصدي ان انت يعني شكلك اثار والله. كان معاكم يا جماعه النوبه دول. سبسكرايب ولايك واحلى مسا عليكم. خلاص.